هناخد النهاردة حاجة جديدة اسمها الباي شارت. هو ايه الفرق بين الباي شارت والهيستوجرام؟ الهيستوجرام كان قيمه دايما بتكون continuous ولازم تكون متصلة، تمام، وكان بيدينا المدى اللي احنا بنعبر عن خلاله. لكن الباي شارت هي بتبقى قيمة فئوية، تمام يا شباب، بيبقى بنعبر عنها عن طريق اللي أنا يعني قيمة ديسكريت منفصلة عن بعضها. هي أرقام كل فترة ليها بتبقى عندنا لوحدها منفصلة عن التانية. طيب، احنا عندنا سؤال دلوقتي بيقول لك لو احنا عندنا كريدت كارد ليها بالانس متوازن جوه مثلا بنك، فليها على مدار ال8 شهور الأخيرة ديت احنا بنحسب الرصيد بتاعها. مثلا في الشهر الأولاني كان الحساب بتاعها 675، شهر رقم 2 كانت 514 وهكذا. أنا بعمل إيه هنا؟ أنا كل ببساطة اللي باجي أعمله إن أنا هاجي أمثل جدول، هيبقى عندي على الشكل الرأسي والشكل الأفقي. الرأس ده اللي أنا هاخد فيه القيم اللي عندي، الشهور، 1 2 3 وهكذا على مدار إكس. أما الفئة ديت هاخدها على المدار بتاع واي اللي عندي، وهبدأ أحسب من خلاله. ببساطة لو جينا شفنا هنا احنا عملنا السنة عندنا من 1 ل8 شهور، ده الشهور اهوت، وجينا حسبنا أرقام بشوف أقل قيمة وأكبر قيمة. فلو جينا بصينا يعني على القيم، فأنا هبدأ من أول قيمة، يعني أعلى قيمة عندنا هنا مثلا 7 8 2 8 8 2. فأنا هاجي هنا أعمل إيه؟ هاجي آخد على القيمة ديت من خلال إن أنا مثلا هقوم جاي واخد، أبدأ من 200 400 600 800 لغاية ما أوصل ل1000، وأبدأ آخد القيم. عندي القيمة رقم 1 ديت 375، القيمة رقم 1 375، فأجي أبص عليها هنا ألاقيها الحد بتاعها ده. القيمة ديت خلصت وعملتها ديسكريت فصلتها عن التانية، وأبدأ أشوف القيم وأبدأ أملي الجدول ده على أساس قيمة التكرارات اللي عندي فوق. فهنا بيقول لك إن إحنا هنمثل الداتا ديت عن طريق إن إحنا هننظمها عن طريق الديسكريت جروب. ده بنمثله فين؟ بنمثله في الباي شارت اللي هي بتبقى جروبات عن طريق الجداول اللي أنا بعملها عن طريق الأعمدة. كل عمود من الأعمدة دي بيمثل لي عندي حاجة في البالانس بتاع الرصيد في البنك. تمام؟ تمام. المثال اللي بعده بيقول لنا إن إحنا برضو عندنا، لو إحنا عندنا شركة، في الشركة دي عندنا سيلز لها مبيعات، السيلز ده بتاع آخر شهور ليها. لو جيت شفت الواحد كان السيلز بتاعه كان مثلا 10734 وهكذا. فأنا عايز أمثل الجدول ده، فببدأ أعمل نفس النظام، بيبقى مباشرة بحط عدد الشهور اللي عندي، وأبدأ أحط القيم ديت بناء على إيه. أنا همشي كل 3000 3000 6000 9000 وهكذا، وأبدأ أبني القيم دي عن طريق التكرارات، أو مش طريق التكرارات، عن طريق السيلز اللي هو مديني في الجدول فوق. عشان من حيث إن أنا أجي أبص على الجدول هلاقي مثلا شهر 2 ده كان أقل حاجة، ماشي، أو كان في تعادل مع شهر تاني مثلا، يعني شهر 2 وشهر 6 دولت مع بعض هما في نفس المنوال. تمام، ماشي. بعد كده أشوف أعلى حاجة كانت شهر 3 وهكذا وأنا ماشي. طيب، أنا محتاج أعرف برضه في الباي شارت إن أنا مثلا هناخد مثال تالت أهوت. لو أنا عندي دلوقتي بعمل مقارنة ما بين رصيد بس من عن طريق حساب الدولار، فهو اداك الديتكشن بتاعه اللي هو الرصيد بتاع البنك من حساب الدولار، واداك الشهور، فببدأ أمثل الشهور ديت برضه وأشوف القيم المنفصلة بتاعتها. تمام، هي الصورة بس هنا مقلوبة، تمام، بس هي التانية، بس هنا الصورة الفرق اللي هي كانت مقلوبة. هشوف مثلا أقل قيمة كانت في شهر 7 وأعلى قيمة كانت في شهر 4. ماشي. قيمة الدولار. لو أخدنا مثال برضو تاني، هو بيقولك في المثال دوت لو احنا عندنا أرقام الفرق من سنة 2008، الفرق دي فازت، فأنا محتاج أعرف إن الفرق اللي فازت دي أعلى فريق فاز كانت فريق مين بالظبط. فببدأ أحط القائمة بتاعتي وأبدأ أصنفها اهيت، تمام، عن طريق الديسكريت. وبعد كده بحط من الأول أشوف أقل قيمة وأكبر قيمة. أكبر قيمة عندي هنا كانت 92، وأقل قيمة كانت عندي 59. أبدأ أحط مثلا من أول 50 وأنا ماشي، أو ممكن هو حط من 20 40 وأبدأ أمثل القيم. لأن أقل فريق هنا كان الفريق ده، لأن هو كان أقل قيمة عندي، ماشي، وأعلى فريق كان الفريق بتاع الأولاني اللي هو كانت أعلى قيمة إيه عندي. طيب، أنا بستفاد إيه في الباي شارت؟ الباي شارت بتبقى قيمة ديسكريت دايما، بتبقى قيمة فئوية لازم أتعامل معاها. بتديني الحق، يعني مش بتديني مدى، هي بتديني بس قيمة لازم أنا أكون أمثلها عن طريق العواميد. كل عمود من العواميد ديت بيمثل لي الفئة اللي عندي على أعلى مكسب أو أقل مكسب وهكذا وأنا ماشي. ماشي. طيب، أنا محتاج دلوقتي أعرف برضو إيه الفرق بينها وبين الهيستوجرام. ببساطة إن عندنا الهيستوجرام هو بيبقى فيه مدى من قيمة لقيمة تانية، ماشي، وأبدأ أمثله عن طريق الكونتينوس، بيبقى متصل ببعض. أما ال أما الديسكريت بيكون موجود في الباي شارت وبيمثله عن طريق قيم منفصلة عن بعضها. تمام يا شباب، نركز في الحتتين دولت عشان بيلعب فيهم كتير في الامتحان، خاصة في الام سي كيو والمفاهيم والترو فولز برضه.